السؤال اللي محير ملايين البشر حول العالم: إزاي الواحد فينا ممكن يبقى غني بجد؟ أنا مش بتكلم عن الحظ أو اليانصيب، لأ، بتكلم عن إنك تمتلك عقلية الحرية المالية اللي تخليك تسيطر على مستقبلك. الكتاب اللي معانا النهاردة ده بيعتبر زي صفعة الوعي اللي بتفوقك من النوم وتوريك الطريق الصح. اسمه الأب الغني والأب الفقير، للمؤلف العظيم روبرت كيوساكي. وده مش كتاب عن إدارة الشركات، ده كتاب عن إدارة العقلية وتوجيهها نحو الثراء. كيوساكي بيحكي عن حاجتين مهمين جدا في حياته أثروا فيه بشكل مباشر: الأب الفقير اللي هو أبوه الحقيقي، المتعلم تعليما عاليا وحاصل على أعلى الشهادات، لكنه كان دايما بيعاني من ضيق الحال ومن الديون. كان كل همه إنه يلاقي شغل آمن ومرتب ثابت. الأب الغني اللي هو أبو صديقه، اللي كان تقريبا معهوش شهادات وما فهمش حاجة في التعليم التقليدي، بس كان راجل أعمال وناجح في بناء ثروته باستمرار. الرسالة الأساسية من الأول خالص هي: المدرسة بتعلمك إزاي تبقى موظف شاطر ومطيع، لكن ما بتعلمكش إزاي تبقى غني وتخلي الفلوس هي اللي تشتغل عندك. ده كان الفرق الجوهري بين المنهجين في حياته. طيب إيه هو بقى السر اللي الأب الغني علمه لروبرت؟ السر كله في مفهومين ممكن يقلبوا حياتك 180 درجة: الأصول والخصوم. الأب الفقير كان فاكر إن بيته الكبير والعربية الفارهة الجديدة والمشتريات اللي بتفرح دي هي الأصول، لكن الأب الغني علمه المعادلة الصح والواضحة. الأصل أو أسيت هو أي حاجة بتدخل فلوس في جيبك بشكل دوري، زي إيجار عقار أو أسهم بتجيب أرباح أو شركة بتدر دخل. الخصم أو liability هو أي حاجة بتطلع فلوس من جيبك كل شهر، زي اقساط القروض أو دفعات عربية أو حتى رسوم صيانة البيت الكبير اللي بتدفعها علشان يعجب الناس. الأب الفقير كان شغال على مبدأ اسمه سباق الفيران، بيشتغل بجهده ووقته علشان يدفع فواتير، وبعدين بيشتغل أكتر وأسرع عشان الفواتير بتزيد مع مستوى معيشته. الأب الغني كان بيشتغل علشان يشتري الأصول اللي هتشتغل هي مكانه وتجيب له فلوس حتى وهو نايم. كيوساكي بيقول إن أغلب الناس بتخاف من كلمة مجازفة أو مخاطرة مالية. الأب الفقير كان دايما بيقول: ما تغامرش، خليك في الأمان الوظيفي بتاعك. لكن الأب الغني كان بيرد عليه: اتعلم إزاي تدير المخاطر دي، عشان هي دي فرصتك الحقيقية للنمو المالي والقفزات الكبيرة. السر مش في كام بتاخد مرتب آخر الشهر، السر في كام بتحافظ عليه وكام بتستثمره بذكاء عشان الفلوس دي تجيب فلوس أكتر. طيب، بعد ما عرفنا المعادلة اللي بتنقل الناس من الفقر للغنى، إيه المطلوب مننا إحنا كمتلقين؟ كيوساكي بيطلب منك تعمل 4 حاجات أساسية في حياتك من اللحظة دي. اكسر حاجز الخوف، ما تخليش الخوف من الخسارة أو الخوف من حكم الناس عليك يخليك واقف مكانك وما بتعملش أي خطوة جديدة. اتعلم عن الفلوس بجد، التعليم المالي أهم بكتير جدا من شهادتك الجامعية. لازم تعرف إزاي الفلوس بتشتغل في السوق وإزاي تدير الضرائب والمحاسبة. ابني الأصول، ابدأ دلوقتي في إنك تبني حاجات بتدخلك دخل شهري، حتى لو كانت أصول صغيرة وبسيطة في البداية، المهم إنها بتدر فلوس في جيبك. شغل دماغك، بطل فكرة شغل من 9 الصبح ل5 العصر، وافهم إن الأغنياء مش بيشتغلوا بالوقت اللي بيقضوه في الشغل، بيشتغلوا بالنتائج وبناء الأنظمة اللي بتشتغل لوحدها. الأب الغني والأب الفقير مش بيقولك سيب شغلك دلوقتي، هو بيقولك ابدأ شغل دماغك فإنك تبني لنفسك مصدر دخل تاني غير المرتب، مصدر مش محتاج وجودك المستمر علشان يشتغل. ابدأ رحلتك في البحث عن أصولك اللي هتخليك حر ماليا بجد. القرار قرارك انت. هتفضل عايش بعقلية الأب الفقير اللي بيسعى ورا الأمان الوظيفي الوهمي، ولا هتبدأ تتبنى عقلية الأب الغني اللي بيسعى ورا الحرية المالية والسيطرة على وقته وحياته؟ فكر فيها كويس واقرأ الكتاب ده.